السلفية نسبة إلى السلف، والسلف هو كل من سبقك، فكل من سبقك يقال له السلف. وهذا اللفظ هذا مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة دعا البنت ديالو فاطمة رضي الله عنها، فأسر لها خبرين، قال لها جوج الأخبار، ضحكت من خبر وبكت من خبر. فقال له جملة ما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنك أول أهلي لحوقا بي، هي أول واحد من الأهل ديالي لحوقا بي. قال ونعم السلف أنا لك، ونعم السلف أنا لك، هذه قالها النبي صلى الله عليه وسلم. فالسلف هم الذين سبقونا. فالسلف هي اختصار أنا على تقول على الكتاب والسنة بفهم سلف هذه الأمة مباين للفرق والأحزاب والجماعة، لازم لجماعة أو من جماعة المسلمين وإمامهم. يعني هذا التطويل كله يجمع في الاختصار أنا سلفي، فيختصرها هذا الكلام. أما قولها هي من الأحزاب فليست والحمد لله من الأحزاب. إذن الأحزاب هي التي خرجت عن الجماعة الأصل، والجماعة الأصل هي السلفية، هي السنة، هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان عليه أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. فكل من خرج على هذا الأصل وخرج عن جماعة المسلمين وخرج عن إمامهم وعن جماعتهم بحزب أو طائفة يسمى حزبي، وهذه هي الأحزاب. والأحزاب الأصل هم الذين اجتمعوا على قتال الأنبياء. احنا نقولوش أن الأحزاب يعني أنهم كفار، فهم متباين، منهم العلماني الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا يؤمن بشرع الله تبارك وتعالى، منهم الملحد، ومنهم من يأخذ جانبا من الدين، ومنهم من يأخذ لا يأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كاملا، وإنما يأخذ من اتجاه، ومنهم من غر به الغرور حتى دخل في شرور من مزاحمة الديمقراطيين عياذا بالله، والدخول في انتخابات وغير ذلك من الأمور المنكرة. فهذه هي حقيقة الأحزاب. فالسلفية ليست من هذه الأحزاب، والأحزاب ليسوا من السلفية. السلفية مباينة للأحزاب، مباينة للطوائف.